فاكرة ان حياتي كانت عادية جدا، بنوتة صغيرة بتروح المدرسة، تروح المدرسة تلعب مع صحابها، تاني يوم تروح المدرسة تلعب مع صحابها، ترجع همها انها تلعب بشوية الالعاب اللي عندها، مامتها تكون طبخلها طبخة حلوة وتاكل وتنام. كل يوم زي التاني، ايام عادية جدا، ولا حاجة حلوة بتحصل ولا حاجة وحشة بتحصل. بس بعد كام يوم هيبقى عيد ميلادي. كنت متحمسة قوي، اتجمعنا انا وبنات خالي واتفقنا ان احنا هنعمل غديوة ونروح على البحر، هنحتفل بعيد ميلادي. سألوني نفسك تاكلي ايه؟ قلت لهم انا نفسي في فسيخ. قالوا لي براحتك، بس هتقفي انتي وانتي اللي هتجيبي العيش السخن. قلت لهم ماشي. واحنا بنجهز نزل علينا شوية ورق من السماء. عرفت بعدها ان لما بيبقوا عايزين يبعتوا لنا شويه رسائل بيحدفوا علينا منشورات بطياره طايره في السماء. المنشور ده كان مكتوب فيه اهربوا، سيبوا بورسعيد، لازم تمشوا، بورسعيد ما عادتش امان، اللي عايز ينجب حياته لازم يسيب بورسعيد. ساعتها اتجمعنا وقعدنا نتكلم، هو احنا هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ هنسيب بورسعيد؟ طب احنا ملناش مكان تاني، احنا اتولدنا وعشنا هنا. قعدت اسال هو انا لو مشيت هاخد ايه معايا؟ هاخد هدومي؟ هاخد كتبي؟ هاخد لعبي؟ ولا مش هلحق اخد معايا اي حاجه خالص؟ واحنا بنتكلم وبنتناقش سمعنا صوت عالي قوي، صوت عرفت بعدها انها قنبله. القنبله دي نزلت على مطار الجميل، ورغم ان احنا كنا ساكنين بعيد بس من الشباك قدرنا نشوف الدخان. الدخان كان مالي كل البلد، بس المشكله انها ما كانتش قنبله واحده، ما كانش صوت واحد، قنبله ورا قنبله، صوت رصاص. كل شويه نسمع صوت ناس بتستنجد بينا، ناس بتصرخ، نسمع اسم حد ما عدناش هنشوفه، حد بيقولوا ان هو تشهد اسم واحد قريبنا احنا عارفينه، بس قالوا لي خلاص ما انتيش هتشوفيه. وسط الدمار ده جه طفل صغير وقرب عليا وادالي ورقه صغيره وقال لي اديها لباباكي. قلت له ماشي. انا استغربت بس ماشي. اديت الورقه لبابايا وساعتها بابا فرح قوي. الورقه كان مكتوب فيها انت مش لوحدك، احنا مش هنسكت، التجمع النهارده عند القهوه اللي في شارع عرابي. بابا اتحمس جدا وقال يلا. بدا يدور في الهدوم اللي باقيه من البيت، كنا مجمعين كلنا الهدوم اللي عرفنا ننقذها. بدا يدور، لقى قميص قديم ولقى بنطلون احنا حتى مش عارفين ده بنطلون مين، لبس ومشى راح التجمع ده اللي بيقولوا عليه. بس وقتها بابا اتاخر، انا ما عرفتش هو فين، حتى سالته بابا هو انت بتروح فين؟ انا عارفه ان الورشه بتاعته راحت في الحرب. طب انت بتتاخر ليه؟ ما كانش بيرد عليا. ايام كان بيرجع فيها مبهدل، هدومه مبهدله عليها حاجات كده مش عارفه. ده انا حتى سالته هو ايه ده، ما ردش عليا. وايام تانية كان بيرجع منتصر مبسوط سعيد كانه عمل حاجه كبيره. ما عرفتش برضه هو في ايه، كنت دايما اساله وما بيردش عليا. لحد في يوم قرب عليا قبل ما ينزل، حضني وبسني وقال لي هتوحشيني. شفته بيدي لماما جواب وقال لها لو اتاخرت النهارده افتحوا